Mike Tyson faces the possibility of a lengthy ban from boxing after his disqualification for biting during this morning's WBA World title fight in Las Vegas against Evander Holyfield. The fight was stopped in the third round after Tyson bit Holyfield twice. Holyfield may need plastic surgery to repair the damage and says he's considering pressing charges against the former world champion. من أكتر النزالات سيئة السمعة في تاريخ الملاكمة، وهي دي الليلة اللي عض فيها تايسون ودن إيفاندر هوليفيلد، ومش عضة عادية كده، لأ ده طلعها بالدم. وهتفضل الحادثة دي واحدة من أكتر الحوادث وحشية في كل الرياضات. تاريخيا مايك تايسون هو اللي خد اللوم كله على الموضوع ده، ولكن مفيش دخان من غير نار، ومفيش حاجة ملهاش سبب وملهاش دوافع. وعشان نعرف فعلا ازاي وليه حدث الموقف الوحشي ده، لازم اخدك من ايدك ونرجع ورا شوية. لا هو مش شوية بس، احنا هنرجع ورا قوي، احنا هنرجع من البداية. وقبل ما نبدأ الحلقة اسمحوا لي اقدم لكم نفسي. للي بيشوفوني اول مرة، انا كوتش مهند، خبرة اكتر من 18 سنة في عالم الملاكمة، والخبرة دي دراسيا وتطبيقيا، وعلى اساسه بقدم لك كل اللي بتحتاجه في عالم الملاكمة، ومستندا للعلم وبطريقة سهلة وبسيطة ومش هتلاقيها عند اي حد تاني. فمن غير ما اطول عليك يلا بينا نبدأ. بدايتنا هتكون عند مايك تايسون. مايك كان تقريبا بلا رقابة طول حياته الصغيرة، كان عيل مشرد ودخل في مشاكل كتير في الشارع، حتى انه كان بيقوم بالسرقة كتير، لحد اما في يوم الحكومة خدته وودته إصلاحية للأطفال. وهنا كانت البداية لاكتشاف مايك تايسون حبه وشغفه للملاكمة. He said, I want to be a fighter. I'm serious, Mr. Stewart. This is what impressed me. This kid changed. I mean, because he wanted it. وهنا مش مايك تايسون بس هو اللي اكتشف الملاكمة، ده الملاكمة نفسها اكتشفت مايك تايسون وادت له أجمل وأكبر هدية في حياته، وهي مدربه ووالده بالتبني كاستومادو، وحوله لآلة تدمير. في فترة البرايم بتاعت مايك تايسون كانت الناس مسمياه ذا جاد اوف وور، لأنه وصل لمرحلة الكمال، وطبعا الكمال لله وحده، ولكن احنا بنتكلم هنا عن حاجة بعينها وهي الملاكمة. وبالفعل مايك تايسون استطاع ان هو يحقق ده. وعلى الجانب الآخر عندنا العملاق إيفاندر هوليفيلد نشأ في بيئة صعبة وقاسية. هوليفيلد كان متدين، ما كانش بيخاف من حاجة في الدنيا كلها غير إلهه وأمه. هوليفيلد كان الابن الأصغر ل9 أبناء، والست دي كانت لوحدها بدون راجل، ولكن هي كمان كانت قوية وقدرت إن هي تتعامل مع الوضع بشكل صحيح. وحطت هوليفيلد جوه الجيم عشان يلعب ملاكمة، وعملت له روتين صارم جدا في حياته، وخليته دايما مشغول بحاجات لازم يعملها وأهداف لازم يحققها، ومفيش جوائز، الجايزة كلها إن هو يشوف ابتسامة أمه على وشها. My mother said, man die only one time, a coward die 1,000 times. Stand up, son, stand up now. وخد عهد على نفسه انه لازم في يوم من الايام يحصل على لقب بطولة العالم، وده علشان يسعد امه فقط ويشوف ابتسامتها. تايسون وهوليفيلد الاتنين اصبحوا محترفين سنة 1984. هوليفيلد كان اخر نزال ليه في الاولمبياد بعد ما اسقط خصمه بالضربة القاضية. دخول مايك تايسون للوزن الثقيل كان اسطوري ومخيف جدا في نفس الوقت، كان عامل زي الاعصار كده، هوكس وابر كاتس ما بتقفش. شاب صغير قصير كله عضلات، شرس قوي. فتايسون دخل عمل غزو لعالم الملاكمة، كأنه بلدوزر داخل يشيل كل اللي قدامه. هوليفيلد أصبح محترف بهدوء مع ميدالية برونزية وحلمه فوق كتفه بإسعاد أمه. أول مرة يلعب فيها هوليفيلد ناس جامدين ومن المستويات العالية فعلا، كانت ضد ملاكم اسمه محمد كاوي. But the life of Dwight Muhammad Cowie has been filled with almost unbelievable brutality. الراجل ده بنيته كانت غريبة، ما كانش عنده رقبة ودراعاته قصيرة، وعنده درع من العضلات صعب جدا اختراقه. كان قصير للدرجة اللي بتخليه ما ينفعش ان هو ياخد اي خطوات من ورا ويلعب بالمسافات البعيدة، فكان دايما بيستخدم الكلوز رينج، رول وسليبس، ويدخل جوه عشان يوصل لجوه ويضرب.
لحد ما هوليفيلد جات له لحظته اللي لازم يطلع فيها كل اللي عنده، ولكن الراجل المخضرم ده سخر منه واتريق عليه. بص كده. هوليفيلد اتضايق وبقت الموضوع بالنسبة له إثبات ذات، هيثبت نفسه ولا لأ. بمجرد ما هوليفيلد أثبت إنه يقدر يصمد مع الكبار، Some were wondering if Evander Holyfield could even make it as a heavyweight. Well, less than a year later, not only has he made it as a heavyweight, he's made it to number 1. بدأ مايك وإيفاندر المفاوضات على القتال. Holyfield ready for Mike Tyson? He's a good fighter. تايسون كان لسه عنده شوية شغل مهمين لازم يخلصهم الأول. الشغل ده كان مع باستر دوجلاس، وتايسون رفض إن هو ياخد الموضوع ده بجد. دون كينج خلى مايك تايسون يطرد كيفن روني من التدريب، وشغل رجالة تانية كانوا بيقولوا نعم لكل شيء وبس. كانوا بيحتفلوا مع تايسون لحد آخر الليل في طوكيو وبوظوا تايسون. وعلى الناحية التانية دوجلاس أمه توفت أثناء تحضيره لنزال تايسون، واستخدم حزنه على أمه ده كوقود في التمرين، وكرس نفسه بالكامل للفوز عشان خاطر أمه. ويجي يوم القتال ويكون كل جماهير الملاكمة في العالم كله متوقعين ان القتال ده انتهى من قبل ما يبدأ اصلا، لان مفيش حد في الفترة دي هيقدر ان هو يهزم مايك تايسون. بيبدأ القتال بشراسة من الطرفين، بيحاول دوجلاس بقدر الامكان انه يحافظ على المسافة ما بينهم. دوجلاس وهب نفسه للقتال. في القتال ده قالك يا انا يا قاتل يا مقتول، وعمل اللي محدش ابدا كان يتوقع انه يقدر يعمله، وتجاوز كل الحدود. وطبعا مستوى مايك تايسون المتدني ده كان له اسباب، اولهم طرده للمدرب بتاعه، تانيهم السهر والعربده اللي كان بيعملها في طوكيو، ودي كانت النتيجه يا نجم. بعد واحدة من أعظم الصدمات في تاريخ الملاكمة، انهار باستر دوجلاس، والحزن بدأ يملأ قلبه وحياته، ومعسكر تدريبه كان خامد ومشتت وما كانش بكامل تركيزه. ودخل القتال اللي بعده أتقل ب15 رطل ضد إيفاندر مقارنة بوزنه قدام مايك. بعد الأداء اللي انت شايفه ده، ارتكب دوجلاس أكبر خطأ في حياته، إنه يرمي أبر كات من مسافة بعيدة. والكاونتر ده بقى اصلا ايفاندر معروف بيه وشاطر فيه جدا وبيعرف يضربه كويس جدا. Well, it just took me time to get off, to get into the groove. He just, he was ready. He came out and he did his job. I commend him, Evander. وبعدها بوقت قصير اتحكم على تايسون ب3 سنين سجن. وطبعا المفاوضات على القتال اتوقفت واتحطت على جنب، وحتى بدون وجود مايك تايسون في مشهد الوزن الثقيل في اوائل التسعينات برضه ما كانش المشهد ضعيف. ساعتها هوليفيلد كان لسه بيلعب في وزن الخفيف الثقيل وفي وسط عمالقة، واستطاع انه يثبت نفسه ويدافع عن اللقب في وسطهم كلهم. وزنه بدأ ان هو يرتفع تدريجيا وهو بيبني نفسه كوزن ثقيل حقيقي، وما كانش عنده خيار تاني. وبعدها دخل مباشرة في مواجهة مع ريديك بو، طوله 6 أقدام و5 بوصات، وزنه 235 رطل، وعنده عبقرية اللعب في الداخل. إيفاندر لعب مع الراجل ده 3 ماتشات، خسر منهم 2 وكانوا كلهم أسطوريين. كان وزنه ساعتها
205 رطل، وده في القتال الاول. رجع له في القتال الثاني 217 رطل. ايفاندر هنا فهم وتعلم ايه هي فايدة العضلات مع الوزن التقيل، ومع ان بو هو كمان جاي وزنه زيادة، ولكن الوزن الزيادة ده عمله في المطعم مش في الجيم زي ايفاندر. ايفاندر انتزع الفوز المرة دي، انما في المواجهة الثالثة واجهت ايفاندر شوية مشاكل صحية خلته يحس بالارهاق بدري ما بين الجولات. ومع ذلك ايفاندر قدم لينا افضل ما عنده ليصنع واحدة من اعظم واغرب ثلاثيات الوزن الثقيل في التاريخ. السلام عليكم. تايسون خرج من السجن واخيرا راجع لبيته في الملاكمه، واول نزال هيلعبه هيكون ضد بيتر ماكنيلي، والنزال ده كان خطير. لو عايزيننا نعمل عليه حلقه اكتبوا لنا دلوقتي في الكومنتات. بص تايسون بيبص له ازاي، كانه ذئب مفترس بيتفرج على فريسته. وممكن يكون الراجل ده مش معروف، بيتر ماكنيلي ده، لكنه قاتل بتربين وقاتل مايك تايسون. هو راجل شجاع جدا وله كل الاحترام والتقدير، لكن هنا في فرق سرعات سيدي الرئيس. لا تقارن اليمامة بطائر الروخ، والشجاعة دي بدأت تتلاشى. وبيتر ماكنيلي ساعتها ما بقاش مصدق ان هو قدام بني ادم اصلا، والمدرب بتاعه قام بانقاذه وسحبه علشان لو كمل كان ممكن يروح فيها. مايك تايسون رجع بقوة فورية، بس ما كانش هو نفسه بالكامل. باستر ماسيوس كان مركز قوي على المسافات القصيره، وكان شغال سليبنج ورول، وبيلعب في الكروز رينج قوي، وشغال على تفادي اللكمات والابارات من مايك تايسون. ماسيوس دخل في وش تايسون مباشره، وكان بيتفادى اللكمات بشكل كويس جدا. ماسيوس كان بيلعبه بطريقة خبيثة جدا زي ما انت شايف كده، ولكن مايك تايسون عنده ذكاء قتالي عالي، وقال انا لازم انصب له فخ. تايسون خده على الحبال وخلاه يقفل المسافة زي ما هو عايز براحته، وفجأة يقوم مغير الزاوية وضربه ابر كات قوي جدا. وبعدها تايسون دمر فرانك برونو علشان يفوز بلقب WBC. وبعدها ب6 شهور بيعمل نفس الشيء مع بروس سيلدن في أقل من جولة واحدة كان أنهى النزال. وأخيرا تم توقيع العقد، وأكبر نزال في التسعينات أصبح رسميا 9 نوفمبر 1996. تايسون وهوليفيلد يلتقون على لقب الوزن الثقيل. العالم كله منتظر، العالم كله مترقب. وبمجرد ما بدأ القتال حط مايك تايسون يمين قوية جدا هزت هوليفيلد، ودي كانت شبه الإشعار كده، إشعار يصحصح هوليفيلد ويعرفه إن النزال بدأ فعلا. تايسون كان بيوصل اليمين بشكل جميل، وبعدها بيعمل كاونتر ويوصل لكمات للجسم، وعلى الناحية التانية هوليفيلد بيغير مستويات، بيضرب تحت وفوق، والكل كان مركز وبيتفرج على قتال مستوى عالي جدا. هوليفيلد كان بيستخدم نفس التكنيكات اللي استخدمها باستر ماسيوس، فاكرين اللي هو كان دايما بيحاول يفضل محافظ على المسافة قريبة قوي، وبيفضل لازق فيه بدماغه بطريقة وحشة وسيئة،
كان بيحاول انه يخلي مايك على طول مخنوق من قريب، وبيستخدم راسه المنخفض علشان يمنع مايك انه يندفع لقدام. بس خلي بالك اللعب ده مش نضيف، وكمان استخدم عضلات الجيم وكل خدعة قذرة في الدفاتر علشان يفضل مايك على رجله الخلفية. بص بيمسكه ازاي، بص خانقه ازاي، شوف بيسحبوا عليه ازاي، يضرب وبعدين يمسكه ويسحبوا عليه، وحاجة اخر قلة ادب. واكيد لما واحد هيلعب لعب قذر التاني اكيد مش هيقعد يتفرج عليه. ومع ان كل واحد كان عنده لحظاته اللي بيتفوق فيها، ولكن كان واضح ان ايفاندر هو الرئيس جوه الحلبة وكانت له اليد العليا. بس مايك تايسون كان رافض الخوف تماما، وعلى قد ما كانت دقنه حديدية وأساسياته قوية، هوليفيلد قابل مايك تايسون بشراسة جدا وهندله وقدر ان هو يسيطر على النزاع. حضر كويس واستغل اختلال توازن مايك تايسون وقام مديله نوك داون في الجولة السادسة. ولسه مايك بيقاتل بكل شراسة. بس بص كده هنا هوليفيلد ازاي بيقاتل بدماغه، بيضرب بدماغه مش بإيده. بس تايسون معرفش ان هو يعمل اي حاجة قدام القوة التكتيكية لهوليفيلد في الليلة دي، واللعب بقذارة برضو عشان نكون منصفين. فاكر لما كنت بقولك ان هوليفيلد مميز قوي في الكاونتر اليمين؟ بص ركز كده، المهارة دي انا مسميها السحبة المميتة، وهي انك بتخش شوية لقدام وبعد كده تسحب لورا وتحط اليمين زي ما انت شايف كده. هوليفيلد استغل الحالة دي ورفع المستوى وانهى النزال في الجولة ال11. وتقريبا القتال ده اكتسح كل جوائز السنة، وكان قريب من انه يحطم ارقام شباك الملاكمة. اللي جاي ده بقى ما حصلش قبل كده ولا حتى في الافلام، اللي حصل في الاعادة ده هز الدنيا كلها. Any questions from the challenger, she's second. Any questions from the champion, she's second. Let's get it on. بدأ النزال التاني بنفس الوتيرة المجنونة، نفس الغضب ونفس الشراسة بتاعت النزال الأولاني. In the first fight it was Tyson going backwards and left hooks by Evander Holyfield's jab. Looking to set up the right there. Tyson with a left hook to the head of Holyfield. He hurt Mike really good with that right hand. I'll tell you what though, Mike hit him. وبرضه بنفس القذارة من هوليفيلد، ويضرب بدماغه وبينطح بدماغه. وهنا مايك تايسون بيبص للحكم وبيقول له شوف بيحصل ايه، والحكم ولا هو هنا. على قد ما تايسون راجل شرس وقوي لكنه طيب جدا، وكمان لعبه جنتلمان ونضيف جدا. شوف كم مرة كان بيحذر الحكم وبيوضح له، بص بيكلم الحكم ازاي، والتاني برضو داخل بدماغه. وهنا انا جمعت لك كل الاسباب اللي تخلي تايسون يعمل كده. بص كده وركز، ضرب بالدماغ هتلاقي، ضرب تحت الحزام برضو هتلاقي، ضرب تحت الحزام تاني برضو موجود، يضربه تحت الحزام وتقلمه ويرجع لورا وبعديها يكمل عليه ضرب تاني. يسحب لورا ويتراجع عن الضرب وبعدين يقف يصده بدماغه.
حتى شوف اللقطة دي كمان، بعد الهجمة دي وهيضربه تحت الحزام، برضه تايسون هيقف ويكلم الحكم ويقول له يا عم ما ينفعش كده، ما ينفعش اللي بيحصل ده. وبرضه يكمل هوليفيلد بنفس مستوى القذارة اللي هو فيه. تايسون زهق منه وعمل عليه هجوم شرس جدا، خلاص زهق. بص التاني برضه بيزقه ازاي، يعني انا بصراحة ما شفتش اقذر من كده. هنا خلاص تايسون جاب اخره وزهق منه، نط بالهوك ليفت والتاني قام ضربه بدماغه وقال له طيب تعالى والله لا اجيب ودنك حتتين، وقام عضه عضه طلعت باللحم، عضه فعلا عضه طلعت باللحم من ودنه، اكل حته من ودنه وكان عايز يكمل عليه. وبصراحه انت تستاهل يا هوليفيلد، تستاهل، لان مفيش حد بيلعب بالطريقه المعفنه دي. كل العالم ساعتها كان مصدوم من اللي بيحصل، بس ما كانش حد ملاحظ القذارة اللي بيلعب بيها هوليفيلد. وتايسون عيونه كلها شر وعيونه كلها عايزة تنجز وعايزة تضربه تاني، بيسترجعوا القتال من تاني، لسه برضه مصمم ومكمل على اللعب بنفس الطريقة. قال له هي بقت كده، طب تعالى خد العضة التانية يلا عشان طعمها حلو. المنظمين سمحوا للجولة إن هي تكمل، لكن ميلز لاين رفض إن النزال يكمل بعدها. الكل تقريبا اكتفى من اللي حصل. وبعدها مايك فقد أعصابه تماما، والأمن نط جوه الحلبة وحاولوا إن هم يمسكوا القنبلة البشرية دي قبل ما تحصل كارثة أكبر، لأن الوضع كان خارج عن السيطرة تماما. بتمر سنين وسنين بعد الواقعة دي، وبيصبح دلوقتي تايسون وهوليفيلد أصحاب وأصدقاء جدا جدا، ودايما لما بيتقابلوا بيقعدوا يفتكروا ويحكوا في الحكايات القديمة دي ويموتوا على نفسهم من الضحك.